حاجة. حاولوا تشوفوا انتوا الخطأ في المشهد ده فين. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه القرف؟ ايه؟ كمان في الكنيف احسن ما ينام. عرفتوا فين الخطأ؟ الولد بيبقى نايم في نص السرير، لكن لما خلوه يجي ينام جنبه بنلاقي ان مكانه اتغير وان هو نايم على طرف السرير علشان يدي مكان لمحمد سعد. ليلتك سودة من اولها. واللي خد باله من الخطأ ده وبعتهن احمد راتب المفروض ان هو اتقتل، لكن بيبان ان احمد راتب بيبربش بعينيه كذا مرة، وكمان بيبان ان صدره بيطلع وينزل وهو بيتنفس. ايه الغباوه دي؟ احنا مش كنا مع بعض؟ مش كنا مع بعض ايه الغباوه دي؟ بوشكاش، واللي انا لسبب ما قلت عليه الليمبي 8 جيجا الفيديو اللي فات، واللي بالمناسبة الخطأ اللي فيه خد باله منه. هاي everyone. وادهم وائل اللي خد باله بقى من الخطأ ده المرة دي هو احمد، اثناء ما هو كان عمال يغلس على الولد. حد خد باله من الحاجة؟ ايوه يا حبيبي خالد. ايه اللي جابك عندنا؟ اهو لقيت نفسك يا خال يعني. انت عايز تخلص اللي شقتي عايز اقعد لوحدي في الاوضه. ايوه يا حبيبي، هو حد يكره انه خاله حبيبه يقعد معاه كده ويبقى فرحان بيه بدل ما تقول له الحمد لله على سلامتك. بوشكاش، واللي خدوا بالهم من الخطأ ده وبعتهن بتقول له الكارت ده يحطه في اللابتوب فهيخليه متوصل بالنت. بغض النظر عن اني مش فاكر ايامها كان في فعلا كارت يتحط في اللاب يوصله بالنت، معرفش كان هيدخله فين ولا هيحطه منين، بس ما علينا. المشكلة ان الكارت ده بيبان ان هو علبة زداية فاضية. ده هتخليه في اللابتوب، هيخليك واصل بالنت. يعني انا ده هيخليني لاقط صوت وصورة لرشدي هلال. بوشكاش، واللي خدوا بالهم من الخطأ ده وبعتهن بعد ما بيتعارك مع الراجل ده والراجل بيتصلبط وبيفتح نافوخه وبيبلغ عنه البوليس. لما بيجي البوليس هم بيمسكوه بيقع منه الطاقية، وحتى الكومبارس اللي حواليه بيبصوا على الطاقية بس مفيش حد بيوطي واخدها وبيكملوا ماشي. لكن في اللقطة اللي بعدها على طول بيبان ان هو لسه لابس الكاب زي ما هو. واللي خدوا بالهم من الخطأ ده وبعتهن محمد سعد بيخبطوه في وشه فالنضارة بتبان انها بتطير منه. لكن لما بنرجع للكاميرا التانية اللي بتجيبه من قدام بتبان النضارة في وشه زي ما هي. لا دي لوكامية. بوشكاش، واللي خدوا بالهم من الخطأ ده وبعتهن بوشكاش بيترن علقة وخده بيقرم، وحتى لما بيخش عند اخته وجوزها بيقولوا له ان هو وشه ورم عشان اتضرب. لا دي لوكامية. لا دي لوكامية. لكن لما بيخش على ابن اخته اول ما بيقفل الباب وراه بيبان ان هو بيطلع الحاجة اللي كانت في بقه علشان تبين ان بقه وارم، وبيبان بوضوح ان هو بيرميها على الكنبة. كمان قبل المشهد ده بيبان في كذا لقطة الحاجة اللي جوه بقه علشان تخليه يبان ان بقه وارم. بوشكاش، المفروض ان ده مشهد جد ومواجهة، لكن لما محمد سعد ابتدى يزغرط بيبان ان عزت ابو عوف برغم ان هو قاعد بظهره انه بيضحك على الاخر وجسمه بيتهز كمان. هيصف الكلام ولا ايه؟ مش هيصف الكلام هي. استنى عن... لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشير الفيديو في كل مكان، ولو دي اول مرة ليك هنا ما تنساش تعمل سبسكرايب. شكرا للمشاهدة.